السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اخباركم شباب؟ وياكم زيرو اون يوكس. اليوم راح نشرح لكم فيديو جديد. اذا انت جديد بعالم الامن السيبراني فاكيد سمعت مرة باسم انماب، وهواي ناس يحجون عنها، بس قليل يعرف شنو تسوي وليش كل محترف تقريبا يستخدمها. بهذا الفيديو راح نشرح لكم شنو انماب، وشلون تشتغل بشكل عام، وليش تعتبر من اهم الادوات بمجال الشبكات. اول شي لازم اوضح نقطة كلش مهمة: اي اداة امنية لازم تستخدمها فقط على شبكتك، او اذا عندك اذن صريح. الهدف من تعلم هاي الادوات هي حماية الانظمة وفهمها، مو استخدامها بشكل يخالف القانون. هسه خلينا نحكي عن الاداة نفسها. انماب هي اختصار لنتورك مابر، اداة مجانية مفتوحة المصدر يستخدمها مسؤولي الشبكات وخبراء الامن السيبراني حتى يحصلون عن صورة عن الاجهزة والخدمات الموجودة داخل شبكة معينة. فكرتها بسيطة: بدل ما تراجع كل جهاز يدويا، الأداة تساعدك تعرف شنو الأجهزة موجودة بالشبكة وشنو الخدمات اللي معلنة، وبعدين تقدر تستخدم هاي المعلومات حتى تدير شبكتك أو تراجع إعداداتها الأمنية. واحد من الأسباب اللي خلت أنماب مشهورة هي سرعتها، وتشتغل على أنظمة كلش هواي تشغيل مثل لينكس، ويندوز، ماك، ولهذا تشوفها بكل دورة تقريبا. إذا أنت بالبداية لا تحفظ أسماء الأدوات، فقط حاول تفهم شنو هو عنوان الاي بي، شنو هو البورت، شنو هو البروتوكول، لأن هاي الأساسيات تخليك تفهم أي أداة تستخدمها. وبعدين لما تشوف نتائج الأنماب لا تعتبرها دليل على وجود مشكلة بحد ذاتها، هي مجرد معلومات تساعد تفهم بيئة الشبكة، وبعدين يجي دور التحليل واتخاذ القرار. أنصح أي شخص يريد يدخل مجال الأمن السيبراني أو الشبكات أولا بعدها يتدرج بالأدوات، لأن بدون فهم الأساسيات راح تكون مجرد أزرار وأوامر ما تفهم شنو معناها. راح نشرح لكم أهم الأوامر الخاصة بهاي الأداة. أول شي نفتح السي ام دي، راح نكتب لكم الأوامر. أول أمر عندنا اللي هو انماب فيرسون، اللي هو راح يعرض لنا الإصدار الخاص بالأداة اللي محمليها احنا، ويتأكد إنه موجود داخل النظام الخاص بينا. طلع لنا الإصدار الخاص بالأداة اللي هو انماب وموقع التحميل، والإصدار المحمل عليه اللي هو لينكس جي ان يو. بعدها الأمر انماب هيلب، هذا الأمر راح يساعدنا في استخدام الأداة. إذا كنا كل شي ما نعرف عن الأداة راح يعطينا الأوامر اللي نحتاجها كلها، راح نلقاها يكتبها لنا. الأمر اللي بعده اللي هو الانماب واللوكال هوست الخاص بالشبكة الخاص بينا، راح يعرض لنا هذا الأمر كل الأجهزة المتصلة بالشبكة والأجهزة القريبة مني والراوترات اللي موجودة حواليا. هسه دا يبدي يشتغل حتى يطلع لنا كل الاي بيات الموجودة قريبة عليها. ستارتنج انماب هسه دا يفحص، ننتظر يكمل الفحص، راح يطلع لنا قائمة بها أكثر من 300 اي بي. ستارتنج انماب حاليا دا يفحص، يسوي فحص عن كل الاي بيات والبروتوكولات والراوترات اللي موجودة حوالي على مسافة 2 كيلومتر، وطلع لنا كل شي موجود يمي. شوفوا، طلع لي اكثر من 300 اي بي. الامر اللي بعده اللي هو انماب والاي بي محدد، يعني اذا اريد افحص خدمة معينة او اي بي محدد او راوتر معين، ما استخدم هذا الامر حتى ما يسوي عليه عقدة. هسه فحصنا هذا الاي بي وطلع لنا النتائج وخلال ايش قد قدر يفحصها. النوع بعده اذا اريد افحص جهاز معين او خدمة معينة، راح استخدم هذا الامر. هذا وظيفة الامر، راح يفحص لي خدمة معينة او جهاز معين موجود على الشبكة، وراح يطلع لي البروتوكولات والخدمات اللي قاعد يشتغل عليها. نعطيه انتر. هسه دا يسوي ستارتنج وانطانا الوقت والتاريخ اللي سواه. هسه عرض لنا كل الخدمات المشتغلة على هذا الاي بي، وطلع لنا الاصدار الخاص به. فحص ان الاي بي فحص كامل. وهذا الفيديو اذا استفدت من الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك والشير حتى اوصلكم شروحات اكثر عن ادوات الامن السيبراني. واكتبوا لي بالتعليقات شنو الاداة اللي تردون اشرحها بالفيديو الجاي. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.